دلوقتي انا هاخد قرض بضمان الوظيفه. وما تنساش الشهاده بتاعتك هتتفك اخر الشهر. الارباح بتنزل كل اخر سنه. ومش عايزين ننسى الجمعيه، ولو اضطرينا بقى يا حبيبي ممكن نبيع الشبكه وخلاص، مش مشكله. وليه كل ده؟ على فكره انتوا مش محتاجين ده خالص علشان تدفعوا المقدم. اه بس طبعا الاقساط هتقطم وسط. خالص يا فندم، احنا في تشييد بنحط خطه سداد مرنه بتناسب احتياجاتكم. فعلا، يعني المقدم حلو والقسط بمزاجنا، ناقص كمان تقول لي بقى ان تقسيمه الشقه ولا اروع. دي حقيقه فعلا، احنا في تشييد عندنا مرونه ان احنا نحدد التقسيمات الداخليه وكمان التشطيبات. يعني مش هنضطر نتعايش مع ضغط الاقساط؟ ولا هنضطر نتعايش في بيت مش مريح لمجرد ان المقدم مناسب معانا. ليه تتعايش لما ممكن تعيش الحكاية اللي نفسك فيها في تشييد؟ لأننا بنهتم إنك تعيش اللي تختاره مش اللي يتفرض عليك. هتقسط بالطريقة اللي تناسبك وهتشطب البيت على مزاجك. تشييد، حكاية تعيشها.